Dunque, buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente De Boon, grazie per l'invito, grazie per l'accoglienza che è stata riservata tanto a me quanto all'intera delegazione italiana. شكرا جزيلا لكم. هذه زيارتي الثانية الرسمية إلى دولة الجزائر. زرت هذه الدولة للمرة الأولى في شهر يناير، يعني بعد 3 شهور من انعقادي أو من تولي منصب رئيس الوزراء، وعملت وقمت بالزيارة الرسمية الأولى إلى دولة الجزائر. فهذا دليل قاطع على وجود علاقات يعني خاصة جدا جدا مع دولة الجزائر. فالجزائر شريك استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، وبالتالي الصداقة القائمة بين الجزائر وإيطاليا، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة اللي تسود فيها عدم الاستقرار، وبالتالي هذه العلاقات تبقى صامدة قوية. صداقة منذ القدم، صداقة صريحة وعميقة. فإيطاليا والجزائر يعني كلها يعني جاهزة لمساعدة ومساندة الأخرى، وبالتالي في خلال السنوات مع الرئيس فخامة الرئيس تبون عملنا كثيرا لتعزيز هذا التعاون على العلاقات الثنائية. فالعلاقات فعلا وصلت إلى مرحلة كثير صامدة ومتينة، يعني غير مسبوق ممكن في تاريخ التعاون الثنائي. فأنا مقتنع بأننا نستطيع بإمكاننا أن مزيدا من التقدم. هنالك الكثير من المجالات حيث ممكن أن نعزز هذا التعاون، يعني في الطاقة زي ما تفضل فخامة الرئيس تبون. هنالك قررنا أن نعزز هذا التعاون القوي، تعاون القائم بين الشركتين إني وسوناتراك، وذلك عن طريق العمل على جبهات أو مجالات يعني جديدة زي الغاز الصخري والاستكشاف أوفشور يعني بحري، وهذا بغية لتقوية الإمدادات للغاز من الجزائر إلى إيطاليا. فلا يقتصر هذا التعاون إلى هذا المجال فقط، بل هنالك الكثير من المجالات، وتحدثوا بالأخص حول الطاقة المتجددة وإنشاء بنية تحتية استراتيجية لتقريب يعني ضفتي البحر الأبيض المتوسط مع مشروع ترانسميت اللي هو أنبوب الغاز يعني ماتي اللي يربط ما بين إيطاليا والجزائر. كنا من الرواد يعني في هذا المجال، ونحن نعتزم أن نستمر يعني في هذا الاتجاه. فهذا جزء يعني من رؤية أوسع اللي تعتبر الطاقة الوسيلة الفضلى من أجل تعزيز هذا التعاون التي تصب يعني في مصلحة الدول الناتجة والمستهلكة اللي تعتمد على طرق للإمدادات يعني أسرع وأقوى. ونحن بالتالي نريد أن نستمر يعني في هذه المشاريع التعاونية في خطة يعني ماتي، حيث تكون الجزائر يعني من الدول المحورية. وبالتالي تحدثنا كثيرا عن المشاريع القائمة. على سبيل المثال في مشروع يمتد على 36 ألف هكتار من أجل إنتاج القمح والبقول. فهنالك تقدم وهنالك حصاد يعني جاهز من 7,000 هكتار إلى 13,000 هكتار من المساحات الشاسعة والصحراوية اللي تم إنتاج يعني زراعي فيها، بالإضافة إلى مدرسة ومركز للتكوين موجود في بالعباس، مركز إنريكو ماتي اللي يطمع أن يصبح مرجعا للقارة الإفريقية برمتها. بالتالي سوف نعلن قريبا اختيار يعني مدير لهذا المركز، وتحصلنا على أكثر من 100 ترشيحات يعني في هذا الصدد. وبالتالي هذا دليل ومؤشر مهم للأهمية القصوى
لدى هذا المشروع. ومع فخامة الرئيس تحدثنا أيضا عن انتهاز الفرص الناتجة يعني من البيزنس فورم، منتدى الأعمال اللي عقد في روما السنة الماضية من أجل تعزيز هذه العلاقات الصناعية. أيضا هنالك يوجد يعني تعاون قوي، ونطمح إلى مزيد لهذا التعاون على المستوى الصناعي، ونعتقد بأن الشركات الإيطالية تستطيع أن تلعب يعني دور مهم يعني في السوق الجزائري، ولكن هذا لاستقطاب يعني استثمار وللتنويع في النسيج الإنتاج لدولة الجزائر، مع تركيز خاص على مجالات معينة، حيث لدينا شركات يعني صاحبة اختصاص يعني في هذه المجالات، الزراعة والبنية التحتية، التكنولوجيا والمجال الرقمي. وبالتالي قررنا نعمل من أجل أن نؤسس مع بعض غرفة تجارية إيطالية جزائرية من أجل الإفراج لكل الإمكانيات المتبقية واللي بحوزتنا من أجل تعزيز هذه القدرات الإنتاجية. فنحن معتزمون باستمرار هذا التعاون بشكل كامل وبرؤية مكتملة الأركان، بأيضا عقد يعني اجتماع قمة يعني وزارية أو حكومية يعني اللي سوف يتم ترتيبها وعقدها في الجزائر في القريب العاجل. وبالتالي تحدثنا كثيرا وتطرقنا إلى موضوع الأزمة في الشرق الأوسط، والتي تبعث لقلق إن استمرت لفترة طويلة بتداعيات اقتصادية كارثية، انطلاقا من الدول الإفريقية اللي هي أكثر تعرضا لمثل هذه المشاكل. فأعتقد أنه استئناف المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حال يعني نرجو من تحقيقه. فنحن نعتزم كإيطاليا أن نعزز علاقاتنا مع كل دول الخليج. وأيضا تطرقنا إلى موضوع لبنان، حيث لابد التوصل إلى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موضوع غزة، حيث تعيش الشعب يعني في ظروف قاسية للغاية. وبالتالي لابد أن نعمل من أجل الحفاظ من أجل الاستقرار لمثل هذه المنطقة وفقا لرؤية المجتمع الدولي ولتحقيق حل الدولتين. وبالتالي تحدثنا أيضا حول بعض السيناريوهات الأخرى، على سبيل المثال في الحرب الروسية الأوكرانية اللي تدخل عامه الخامس، وأيضا أكدنا التزامنا للتوصل إلى حل عادل. لا نستطيع نتحدث الاستقرار مع سيد فخامة الرئيس تبون دون ذكر دول الساحل الإفريقي، حيث تلعب الجزائر دور محوري. هذا إقليم يعني معرض للإرهاب، حيث تتكاثر فيها الحركات الجهادية. فنحن فعلا ملتزمون من أجل مكافحة الإرهاب ولدعم الأهالي الشعوب المحلية، وذلك يستدعي منها الكثير من التعاون مع كل الأصدقاء وبالأخص مع الأصدقاء الجزائريين. وبالتالي تحدثنا أيضا عن التعاون في الملف للهجرة غير الشرعية، حيث هنالك تعاون نموذجي. وبالتالي أولويتنا أن نكافح الشبكات الإجرامية التي تتجر بالبشر والتي ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار للكثير من الدول. وبالتالي يريد أن أشكر بشكل علني فخامة الرئيس تبون، لأن لو تمكنا من خفض يعني عدد الوفيات في البحر والتقليص من عدد الوافدين والمهاجرين غير شرعيين، فهذا يرجع بفضل المجهودات الجزائرية في هذا الموضوع. وبالتالي أيضا لابد من إيجاد حل أيضا للملف الصحراوي، حل
يعني يتماشى مع الرؤية للأمم المتحدة، فهنالك مزيد من العمل متبقي لدينا لإيطاليا والجزائر. فهنالك روابط يعني حضارية وثقافية واللي نريد أن نعززها. بالتالي في الأسابيع المقبلة سوف تكون هنالك حدث تاريخي في الجزائر، يعني الزيارة الأولى لبابا ليون إلى الجزائر، وبالتالي سوف يزور البابا يعني كل الأماكن المرتبطة بالقديس أغسطينوس. وبالتالي هذا يؤكد بأن الجزائر، دولة الجزائر تلعب دور طبيعي، أي دور يعني لتقريب وجهات النظر ويكون جسرا يربط ما بين أوروبا وإفريقيا، وهذا سوف يمكننا من الازدهار المشترك. وشكرا مجددا لكم فخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال والعمل المشترك الجبار اللي نقوم به سويا. شكرا لكم مجددا.